السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الصديقات العزيزات، أهلا بكم في فيديو جديد في قناتي. مرحبا بكم جميعا. اللي جاوا اليوم نشكرهم بزاف بزاف، نقولوا مرحبا بكم في قناتي المتواضعة. إن شاء الله تستفادوا بكاش وصفة من وصفاتي ولا بكاش تدبيرة. لما لا، ما نخبيش عليكم، هذا الحليب صباح جيت نغليه باش نسقهوه، لقيته رايب، فقررت ندير الجبن. بس كانت عندي كميه من قبل، كل خطره يروب لي الحليب نخبيه وكل خطره نقول ندير به جبن في القناه. ولكن اليوم جا وقته، فقلت نشارك معكم هذه الوصفه. وهنا كانت عندي كميه من قبل. هنا كل ما تروب لي كميه ندير لها نفس الطريقه، نغليها، ندير لها شويه خل ولا قارص ونحتفظ بها بهذه الطريقه. يعني ما تعطينيش كميه كبيره، هملك يبانوا شغل دوائر. نروح نزيدها الكميه هذه كنت درت لها شويه معدنوس. نحتاجو هنا 3 قطع جبن مثلجات ورشه زعتر. السر باش يخلينا الفرomاج ديالنا طري وكريمي هو رشه بيكربونات صودا. البيكربونات هي اللي رايحه تعطي لنا طراوه للجبن وما يجيش شغل محبب. درت شويه ملح، الملح طبعا حسب الرغبه، تقدروا تحطوا اضافات من عندكم. اكتفيت بالزعتر. ديروا عصره ليمون، لا ما عندكمش ديروا خل. ناخذ 3 حبات فرماج، اي نوع من الفرماج اللي تحبوه، وناخذ ملعقه تاع زبده. بعد ما رحيته نستمروا بالتقليب، نقعدوا نقلبوا فيها باستمرار. من الافضل نستعملوا سباتول باش تهبط لنا كامل الحواف على المقلاة ولا على الكسرونه. انا اضفت القليل من مص الحليب، اللي هذاك الماء اللي تحصلت عليه لما غليت هذاك الحليب. هذاك الماء انا ما نرميش، نحتفظ به في قاروره ونحطه في الثلاجه، نستعمله في المملحات، في العجائن، في البيتزا، حتى في الخبز. رايح يعطي طراوه للعجين. انا نسبيته حطيته في علبه زجاجيه، من الافضل تكون زجاجيه ما تكونش بلاستيكيه. هنا مازال لا تيكستور ديالو طريه كريموز، ولكن لما يبرد راح يتماسك، ما يقعدش هكذا كريمي، يتماسك شويه. اذا هذه هي الوصفه تاعي اليوم. نتمنى ان شاء الله هذا الجبن ينال اعجابكم، ان شاء الله تجربوه، تستفادوا بالوصفه في رمضان، ان شاء الله توجدوها، ديروا بها لي سالي ديالكم ولا تقدموه لولادكم. يعني ب3 حبات جبن فقط وملعقه زبده وجبن رايب. هذا الحليب كامل رابلي، الحليب رايب يعني ما حش تخسروا الحليب. انا كي روبين نحتفظ به بهذه الطريقه، ما نرميش نديرو جبن. وفي الاخير نقول لكم شكرا جزيلا خواتاتي على المشاهده وعلى الدعم ديالكم الدائم. نقول لكم تهلاو في روحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.